تكونوا بخير. ان شاء الله بنكمل المحاضرة الثالثة مع بعض، عشان برضه حصل فاصل كده ما بين المحاضرتين لخطأ يعني حصل مني، فان شاء الله نكمل. وبإذن الله كل محاضرة يبقى مرفوض بيها البي دي اف بتاع المحاضرة والملخص، يعني انا كاتبه كده في الديسكريبشن او في لينك في قناة تليجرام، هحط لكم برضه في الديسكريبشن. واللي لو عجبك الفيديو او كده فما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. المثال ده بيقول هنا عايزين نكتب الالفا بتاع الماشين دي. حلو جدا. طيب الالفا بتاعت الماشين دي ان هنا ان الالفا الالفا لما خدنا كيو زيرو أثرنا بيها بالزيرو، راحت لحاجتين. بالزيرو راحت لنفسها فكيو زيرو، وبالزيرو راحت لكيو وان. حلو جدا. طيب ألفا تاني لو ما خدنا كيو زيرو وواحد راحت لفين؟ راحت لكيو واحد. حلو. طيب كيو وان لما هنا خدنا معلش ألفا كيو وان وزيرو فاي. طيب ألفا كيو وان وان برضو فاي. ودي عندي الألفا أو الترانزيشن فانكشن اللي عندي. هنا بيقول لك show how 100 is accepted by this machine. حلو. هنا زي ما خدناها في المثال اللي قبل كده ان احنا هنوضح مرحلة. المرحلة الأولى أنا واقف هنا عند الكيو زيرو، هاخد الواحد، دي المرحلة التانية بتاعتي. الواحد هنا هيوديني فين؟ هيوديني برضو للكيو زيرو. تمام. طيب نخش على زيرو. الزيرو هتقولي نمشي كده، اقول لك لا، او تقولي لا ليه؟ اقول لك ما انا لو مشيت كده انا عندي زيرو تاني وكده انا انتهيت. فين الزيرو التاني اللي المفروض اعمله اكسبتد؟ فانا همشي الزيرو من هنا فبرضه ابقى عند الكيو زيرو، اخش على الزيرو الاخير، امشي كده بقى عشان اروح للنهايه، عشان السترنج ده يكون اكسبتد معايا. تمام. النون ديترمينستيك فاينايت اوتوماتون بيذكر تاني اهو هنا ان ال NFA بيعرف واسطة 4 بارتس او 4 تابلز زي ال DFA بالظبط، بس في اختلاف بسيط. الكيو والسيجما والالفا والكيو نوت والاف. كيو قلنا الفاينايت سيت اوف ستيتس، سيجما هي الانبوت الفابت، الكيو نوت تنتمي للكيو initial state، الاف subset or equal. Q is the set of final states. transition function ودي الفرق ما بينها وما بين ال DFA، انها بتبقى Q في سيجما تؤدي ل 2 باور Q اللي هو الباور سيت اوف Q. تمام. نخش على المثال طبعا ونشوف. هنا the following is NFA. لو مشينا من هنا ممكن نجيب الرسمة دي وممكن من الرسمة دي نجيب دي. حلو. هنا هو الألفا لما خدت الكيو زيرو، لما خدت واحد راحت لنفسها اللي هو كيو زيرو كيو واحد. طيب كيو واحد لما خدت واحد راحت للألفا. السهم ده معناه البداية والستار دي معناها النهاية، فدي هنا اللي ابتدينا عندها ودي اللي انتهينا عندها. حلو. نخش في المثال التاني. يقول لك ال NFA ده بيعرف ال language of all strings ending with string BA. يعني الماشين اللي قدامي دي هي بتعرف اللغة دي او اللانجوج دي بتنتهي بالبي اي، يعني اي string فيها كده WAB، بحيث ان ال W دي بتنتمي لل A وال B ستار. ده التوصيف بتاع اللغة بتاعتي. حلو. هنا هو عامل ال B والاي. ليه احنا قلنا طالما قلنا ان اللانجوج دي بتنتهي بالبي اي، اقل حاجه ان يبقى فيها بي اي بس. حلو. لو استخدمنا ان الدبليو دي كانت مثلا بابسلون، فدي هتبقى بي اي، فانا لازم بي اي كده. تمام معايا. واي حاجه بقى قبلها ايا كان بقى، اي عدد من الايز واي عدد من البيز. تمام. كلمه ما يجيش حاجه بعدها. تمام كده. فهتمثل دي ان في ايه احسن يعني. السؤال ده تقريبا اتلغى يعني، الدكتور لغيته. السؤال الرابع هنا ومديني الترانزيشن تيبل اللي عندي، بيقول ان الكيو زيرو لما اثر عليها زيرو راحت لكيو زيرو كيو 1، يعني راحت لنفسها راحت لكيو 1.
حلو، حلو جدا. كيو زيرو لما اصغر عليها بواحد، او لما خدت الواحد راحت لنفسها زي ما هو موضح. طب كيو 1 لما راحت للزيرو ما راحتش لحاجة. طب كيو 1 خدت 1 راحت لكيو 2. طيب كيو 2 لما راحت لما طبقنا لزيرو او 1 ما راحتش لأي حاجة. مش لازما يعني في ال NFA بالذات مش لازم كل ستيت يطلع منها عدد السيجما اللي عندي. حلو، حلو. هو بيقول لك هنا ان NFA ده بيأكسبت كل سترينجات اللي ايه بتنتهي بزيرو 1. حلو، حلو زي ما هو موضح، واي عدد من الوانز واي عدد من الزيروز قبلهم. حلو، حلو جدا. هنا بيقول لك في طريقتين نمشي بيهم في البتاع دوت لو احنا مثلا عايزين نطبق سترينج معين. لو قال لك هنا مثلا الطريق ده او طريق ايا كان طريق من دول، لو كيو زيرو خدت زيرو هتروح لنفسها. حلو. خدت زيرو تاني تروح لنفسها تاني. خدت واحد، ده احدى السترينجات يعني اللي هيخلي الطريق غلط. بنجيب سترينج نخلي طريق من الطرق اللي هنمشيها هنا غلط، فبالتالي نمشي في طريق تاني. تمام، تمام. هنجرب مثلا السترينج ده 00101 ده منتهي بقى، لازم يطبق على الماشين. هل هقدر امشي 0 1؟ لا، خلصت، تبقى 0 0 1 0 1. حلو، بس مش كله على الكيو 1 يعني مش هيمشي 0 0 1 0 1 كده. انا ما وصلتش النهايه، فالبتاع ده غلط. ليه؟ 0 راح للكيو 0 0 راح للكيو 0 1 راح للكيو 0 0 راح للكيو 0 1 راح للكيو 0. هل هي فاينل؟ لا، فالطريق ده غلط. حلو. هل كيو 0 اديها 0 او 1 تروح للكيو 1؟ طب ماشي، هتروح للكيو 1 لما تاخد 0 مثلا، وبعدين تروح للكيو 2. طب ما هو السلنج عندي مش 0 1 بس، ده 0 0 1 0 1، فالطريق ده غلط برضه. حلو، حلو جدا. يبقى ده قلنا كده غلط وده قلنا كده غلط. طيب كيو 0 لما تاخد 0 تروح لنفسها، لما تاخد 0 او هتروح لنفسها تاخد 0 يبقى 0 0 1. كيو 1 كيو 2 1 يبقى 0 0 1. ده اكسبتد، تمام ماشي، بس السترنج بتاعي اللي انا مختاره مش اكسبتد بالماشين كده. حلو، الطريق ده لا برضه. قال لك هتاخد 0 تروح لنفسها، 0 تروح لنفسها، 1 تروح لنفسها، بعد كده تاخد 0 للكيو 1 1 للكيو 2، وده كده الطريق السليم اللي هتمشي فيه صح. تمام، تمام. ده هنا كان بيورينا الطريقه اللي هنا دي كانت شرح للسيكونس اوف انبوتس دول، مش اي انبوت يعني زي ما اتكلمنا. بيقول لك هنا what is the language defined by the following automaton اهو. الانيشال خد 1، بعد كده خد 0، بعد كده خد 1. صح، صح. طيب مثلا تعالى نختار شويه ايه سترنجات يمكن يبينوا لنا الماشين دي بتقبل ايه. ادي 1 0 1 صح كده، ادي 1 0 1. طيب 1 0 1 1 ايوه اشتغل 1. طيب 1 0 1 0 1 0 1 0. حلو. طيب تعالى نشوف حاجة تانية. 1 0 1 0 0 تمشي برضه. طيب مش واخدين بالكم من حاجة كده باينة، ان الاوتوماتون ده او الماشين دي اللانجوج اللي بتقدر تعرفها لازم كل سترينج يحتوي على 2 ones او اقل حاجة 2 1. صح، هو اقل حاجة 2 اهو، وهنا 2 برضه، وهنا برضه 3. اقل عدد من ones يكون 2. حلو، حلو. language of NFA لو انا عندي m بتساوي بالشكل ده كده، وده اسمه NFA صح. اللانجوج اوف الام اللي هي ال LM دي عبارة عن الدبليو، بحيث ان الدبليو تنتوي للسيجما ستار، والدبليو مؤثر بكيو نود على دب اي حاجة من الدبليو اللي معايا، تقاطع الاف يديني فاي. ايه معنى الكلام ده؟ يقول لك ال LM هنا is a set of strings W in sigma star which is ان ده يحتوي at least one accept state. يعني ده الناتج من ده يطلع على الأقل
except one state. حلو كده، حلو كده. هنقول ده هنا بيقول لك ال NFA ده accept or string that end ب 0 1 اهو. هتقول لي ليه؟ اقول لك ازاي، اقول لك دلوقتي. تعالى نعمل مثلا حاجه 0 1. حلو، ادي 0 وادي 1. حلو حلو. طيب 0 0 1 ادي 0 وادي 0 وادي 1. هو اهم حاجه ثبت الزيرو والوان اللي هم الفاينل، وقال لك اجيب بقى اي عدد من الوانز والزيروز ايه قبلها. تمام. وتوصيف اللغه ايه؟ عباره عن الدبليو، بحيث ان الدبليو بتنتمي بايه او بتنتهي بالايه بالزيرو والوان. تمام. كده نكون وصلنا لنهايه المحاضره الثالثه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي بننزلها ان شاء الله. لو عجبك برضو الفيديو متنساش تبعته لاصحابك. دمتم في امان الله. متنساش تصلي على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.